شكرا للزملاء في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكأس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في المباراة التي تجمع ما بين المنتخب المغربي متصدر المجموعة السادسة والمنتخب الإسباني وصيف المجموعة الخامسة. ومن خلال أحداث هذه المواجهة قبل الأخيرة في الدور ربع النهائي، والتي سنتعرف من خلالها على الفريق السابع المتأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن نتعرف على ثامن المنتخبات في المواجهات القادمة ما بين المنتخب البرتغالي ومنتخب سويسرا. الآمال العربية والآمال الأفريقية كلها معلقة ما بين أقدام أسود الأطلس في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء، من أجل الوصول إلى الدور القادم وتسجيل أبرز إنجاز عربي في تاريخ منافسات بطولة كأس العالم. المغرب اليوم بألوانه التقليدية المعروفة يبدأ بياسين بونو في حراسة المرمى أمام نايف كيرد، يومين سايس، أشرف حكيمي في الجهات اليوم في مباراة اليوم من خلال هذا الحضور الجماهيري الكبير والأمنيات العربية. الآن أولمو يبحث عن السيطرة والاستحواذ. سفيان بوفال، العرضية من سفيان عادت إلى يا سلام عن أنمر، عن أوناي سيمون، والاقتراب من المرمى. خطأ عن طريق أشرف ولا عن طريق حكيم؟ أشرف ولا حكيم؟ حكيمي لعبوه. أشرف حكيمي يسدد بالقدم اليمنى. اللقاء هو أسرع ياسين. طريق نصير مزراوي داخل منطقة الجزاء، لكن عند حارس المرمى أوناي سيمون سيطر على كورته بالشكل. الجماهير المغربية في مدرجات ملعب المواجهة تشجع توازر. تمر عرضية داخل منطقة الجزاء. برشلونة ومنتخب اسبانيا 18 سنة فقط ويتواجد في المونديال. كرة بمحاولة لأخر بوفال، هذا يا سلام بوفال، عرضية داخل منطقة الجزاء لا زالت مستمرة وقائمة، وصلت إلى حد. أتمنى بأن تكون النتيجة أفضل. كرة بمحاولة خطيرة. أوه لا 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 لا. راية موجودة والتسلل، لكن محاولة خطيرة جدا. وأعود وأكرر وأقول فلنحذر من باكي منتخب بلاده. وبالمناسبة هدفين فقط. كرة بمحاولة خطيرة لمصلحة المنتخب الإسباني وتسديدة من ماركو أسينسيو، لكن إلى خارج أرضية الملعب. كرة تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة مرمى. هذه الكرة والمحاولة من مارسيل أمامية، لكن أيضا رودري بالعرب كل العرب من خلال عودة لمصلحة المنتخب المغربي. تسديده حلوة من نصير. توريس عرضية داخل منطقة الجزاء. إذا انتهى شوط المباراة الأول سلبيا، فأمر وصلت إلى سفيان. لا 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 لا. يا الله يا نصير، راسية يا يوسف. ضاعت. فران، ذكرت الحذر من فران. عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الجميع وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. في الجهة اليسرى عرضية ملعوبة. نصير في التوقيت المناسب يبعد الكرة والخطر، ومع الكرة يعلن حكم المباراة رافاليني نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتعادل سلبي ما بين المنتخبين. نلتقي بحول الله مع بداية الشوط الثاني بالصوت والصورة. الآن أعود للزميل راشد المهندي وضيوفي في المجلس. راشد تفضل، إليك الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين متابعينا أينما كنتم، مرحبا بكم مع بداية أحداث شوط المباراة الثاني من مواجهة منتخب المغرب مع المنتخب الإسباني هنا في الدور ثمن النهائي والمباراة السابعة من هذا الدور. بانتظار معرفة الأوضاع في شوط المباراة الثاني على نسبة السيطرة والاستحواذ، اسبانيا كانت افضل من المغرب في الشوط الاول، لكن من ناحية الوصولنا، كلامنا، امنياتنا من المناسب تعود الان خطيرة.
لا زالت مستمرة وقائمة إلى توريس، هذا رئيس الاتحاد الدولي لكرة في أكثر من مرة ضده. هنا الكرة والمحاولة عن طريق من؟ داني أولمو، تسديدة تأتي لكن ياسين بونو في التوقيت المناسب يبعد الكرة والمحاولات الماضية. ياسين بونو، هذه الكرة والمحصلة إلى سفيان، هذه فيها تسلل. نعم يوسف نصيري متسللا، الرجل الذي سجل في شباك منتخب يوسف هذا نصير، هذا في التوقيت المناسب. ثم بعد ذلك المحاولة، بلادهم ومنتخب بلادهم ولاعبيهم في أرضية الميدان. كرة بصص 3 أهداف، كرة بمحاولة عرضية، يلعب الكرة عن طريق من اعتقد شخصيا بأن أبو خلال لاتجاه اللاعب داخل منطقة الجزاء، خطيرة الكرة لكن طالت على يبدو نعم اللاعب اللي هو فيران توريس، والعودة الدفاعية مغربية وبعيدة خطيرة وصلت إلى الفارو موراتا. يا سلام هذه يلعب الكرة الآن المحاولة للمنتخب المغربي لكن لم تكن بالشكل المطلوب، مرت من أمام أملاح بالباو يدخل إلى أرضية جوردي ألبا عرضية داخل منطقة الجزاء لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب. وبعد ذلك إلى ركلة مرمى بعد تسديدة من أولمو. هذه الكرة العرضية الماضية والتسديدة من أولمو المنتخبي الكندي، كرة عرضية خطيرة جدا لكن أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة أو رمية تماس. كرة محاولة ملعوبة الآن لكن أيضا اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية للمنتخب الإسباني، ملعوبة داخل منطقة الجزاء لكن أيضا بواحدة مرتدة يا موروكو أمامية خطيرة ملعوبة مرت من أمام الجميع، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمية تماس. هذه الكرة شوف التمريرة من نيكو ويليام من أشرف حكيمي، عرضية من أشرف داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة وقائمة خطيرة. وليد شديد، شوف المدرج ماسك عود في وسط مدرجات الملعب المنتخب المغربي. الآن مرر يا وناحي طالت على عز الدين، خطيرة من الفارو موراتا، واحد على أولمو، راية وتسلل يبدو على الفارو موراتا. حديث ما بين ياسين بونو وسفيان مرابط. هذه الكرة 5 دقائق ستضاف على أحداث الشوط المباراة الثاني، لا زلنا بنتيجة التعادل السلبي. الكرة الآن بخطأ لمصلحة المنتخب الإسباني، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية طالت إلى خارج أرضية الملعب، رأسية كانت عن طريق اللاعب الفارو موراتا، تحولت فبحول الله أوناي سيمون أمامية ملعوبة الآن، كرة حكيم رأسية لا زالت مستمرة وقائمة خطيرة جدا، ملعوبة الكرة لكن صافرة موجودة وخطأ. محاولة للمنتخب الإسباني، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، بونو الله عليك يا بونو، الله عليك إلى ركلة ركنية رأسية، ابعدها وابعدت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى رمية تماس المنتخب الإسباني. انتهى الوقت الأصلي وانتهى الوقت بدل الضائع، وانتهى شوط المباراة الثاني بتعادل سلبي ما بين المنتخبين. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس أينما كنتم في الأوقات الإضافية. يلعب الكرة أمامية لا وجود فيها للتسلل، محاولة تصل الآن، التقدم يأتي وليد شديرة
قادر المنتخب المغربي على الصمود. عرضيه داخل منطقه خطيره من موراتا زالت مستمره وقائمه خطيره. تسديده تاتي والتصدي لمصلحه المنتخب المغربي. وصل الجول. الله يا شديره، الله يا شديره. في الاخر دقيقة على الوقت الإضافي داخل المنطقة. ياسين في التوقيت المناسب، أعتقد معها يجب أن يطلق حكم المباراة الأرجنتيني. نعم، صافرة نهاية تحتاج شوط المباراة الإضافي الأول واستمرارية التعادل. لا تروحوا بعيد، خلوكم مع أجواء المواجهة. استراحة قصيرة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، ربع ساعة أخيرة قبل نهاية أحداث. روح يا وليد، روح يا وليد، يا الله يا وليد، يا الله يا وليد. أو هذا وليد المباراة إلى نهايتها، يكمل المباراة إلى نهايتها هنا في الوقت الإضافي الثاني وفي الدقائق الأخيرة من الوقت. وحتى أوروبيا كرة محاولة ملعوبة. 3 دقائق كرة محاولة خطيرة. بوسكيتس المنتخب الكرة. جواد اليامق تسديد، تعود الكرة من جديد. المحاولة عرضية داخل المنطقة، والرأسية ملعوبة خطيرة. مرت ولله الحمد عن طريق سرابيا. نعم، ينتهي والوقت بدل الضارع ينتهي، والمواجهة تتجه إلى ركلات الترجيح، إلى بونو وأوناي سيمون. ركلات الترجيح. غالبا من يبدأ التسديد هو من ينتصر بنتيجة المباراة، لذلك نتمنى بأن يكون هذا الأمر واقعا في مباراة اليوم. عبد المجيد في مواجهة أوناي سيمون. عبد المجيد الله. أول مواجهة بونو في مواجهة ياسين. حكيم الآن في مواجهة أوناي سيمون. حكيم الله. يلا يا ياسين، سلام. الله يا بدر الثالثة. لا بدر بونو يا الله يا رب. المغرب للتاريخ. المغرب إلى الدور القادم، فخر العرب. يقولون لإسبانيا مع السلامة، باي باي. بلا تشاو. اللهم لك الحمد. المغرب إلى الدور القادم وإلى دور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العالم في إنجاز تاريخي يسطر للعرب.